السلام عليكم، عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بصحة وسعادة وخير. مساء الورد والفل عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل مع بعض عصير المانجا الفريش. طبعا زي بتاع المحلات بس انضف واحلى. وهنقول مع بعض فوائد المانجا. اول ما نبتدي فوائد المانجا يا حبايبي، المانجا مفيدة لمرضى القلب، الله يعافي مرضانا جميعا يا رب، ومرضى السرطان، ومفيدة لمرضى القولون. وطبعا فيها فيتامين A و C، يعني مفيدة للجلد وللشعر، مفيدة جدا للذاكرة، يعني كلها فوائد. وعايزة اقولك لما هتجيبي المانجا هتجيبي المانجا الزبدية. المانجا الزبدية بنجيبها ليه؟ عشان بيبقى كلها لحم طبعا معانا، وبتخزن. المانجا الزبدية هي اللي بتتخزن. فانا جبت ثمرتين مانجا زبديه وقشرتهم وقطعتهم عشان وقتك. دي المقادير. معايا ثمرتين مانجا زبديه، ومعايا 4 معالق سكر، عايزه تحطي عسل اللي يعجبك، ومعايا ميه مثلجه. هي دي المقادير. بس معانا الطريقه، هنتبع الطريقه ايه يا حبايبي؟ بسم الله. ونزلت بالميه المثلجه يا حبايبي، وهنزل بقى بالسكر اللي هم 4 معالق. طبعا هنقول زي ما بيعملوا كده في المحلات، بيضربوا عشان السكر طبعا يسيح معانا. بنضرب السكر مع الميه الاول. حتى تختفي حبيبات السكر ضربناها مع الميه المثلجه. وبعدين هنحط المانجا. طبعا المانجا يا حبايبي كتير جدا السنه دي، ومفيده جدا. هنضرب ونوقف، هنضرب ونوقف، هنضرب. بتاعت المحلات تبقى ايه؟ تقيله شويه. هنضرب ونوقف. ضربنا المانجا يا حبايبي. طبعا بتشغلي ايه شويه وتوقفي على، بصي هتطلع السمك معاكي خطير زي المحلات بالظبط. اهو هنقدم مع بعض 2 كوبايه. شوف ويا رب تجربي طريقه عصير المانجا الفريش بطريقه المحلات، طريقه شيف هالة، وتعجبكم. وبألف هنا يا رب.